عايزه اقول لكم لو جربتوها بالطريقه دي عمركم ما هتاكلوها من بره تاني. في بوله بحط ربع كوبايه من الزيت، ربع كوبايه من اللبن، ربع كوبايه من الخل، شايفين الكوبايه الصغيره دي، عصير ميه العصير بتاع البصلتين، وشويه من المستردة. وهنحط كده شويه من البهارات، هكتبها لكم تحت في الكابشن او في صندوق الوصف على اليوتيوب. وبحط كمان ربع كوبايه من الطحينه او قيمه 3 معالق كده كبار من الطحينه. بقلب الخليط ده كده كله مع بعض، وجايبه شرايح لحمه تكون من حته طريه، يعني تقولوا للجزار عايزه لحمه من حته طريه، يا اما وش فخده او ستيك تكون بتستوي بسرعه. وبحطها في الخليط ده وبسيبها في الليله في التلاجة. بعد كده بطلعها تاني يوم على جريل سخن مولع، بسيبه لحد لما يسخن خالص. وبعد كده بنزل بشرايح اللحمه اللي انا متبلاها في الجريل بالشكل ده. باسيبها لحد لما خالص التتبيله بتاعتها دي تتشرب في اللحمه وتستوي فيها. طيب لو اللحمه بتاعتنا مش صغيره او مش من النوع اللي بتستوي بسرعه، هزود شويه ميه سخنه وهسيبها برضو لحد لما تستوي فيها وبرضو تشرب التتبيله. بعد ما تستوي بختبرها بالشوكه، بحط عليها بقدونس وطماطم متقطعه. بكون مجهزه بقى بصل متقطع شرايح ومعاه بقدونس وسماق وشويه ملح، وكمان سلطه الطحينه. لو عايزين طريقتها اكتبوا لي في التعليقات وهقول لكم الطريقه بتاعتها. بحط طبقه من الطحينه وطبقه من البصل اللي انا عاملاه وشويه كده من الشاورما، بتبقى خطيره.